ازاي تربط كارت ميزة للمرتبات بنك مصر بتطبيق انستا باي؟ في الفيديو ده هعمل لك تجربة عملية لربط ميزة بنك مصر بالتطبيق، وايه السر انه مش بيقبل مع بعض الناس. يلا بينا نعرف كل التفاصيل لكن بعد الانترو. اهم شيء بعد ما تجيب الكارت ان انت تستنى 3 ايام لحد ما رساله التفعيل توصل لك، ولو لحد 3 ايام ما وصلتلكش تروح على اي ATM خاصه ببنك مصر وتحاول تفعل الكارت ان انت تغير الاربع ارقام سريه، وهتلاقوني شرحت لكم كل حاجه خاصه بخصوص طريقه طلب كارت ميزه من بنك مصر مجانا ومميزاته وعيوب وطريقه التفعيل في الفيديو اللي هتلاقوا اللينك بتاعه في وصف الفيديو ده. لكن انا في الفيديو ده هكلمك على طريقه الربط بقى مع انستا باي وايه الخطوات بالظبط، وبرده كنت شرحت لكم طريقه انشاء حساب انستا باي من الالف للياء، هتلاقوه برده الرابط في وصف الفيديو. عشان كده مش هضيع لكم وقتكم في الفيديو ده. اول حاجه اما بدخل على تطبيق انستا باي اهم حاجه يبقى الرقم بتاع الشريحه دي هو ده الرقم اللي انت ربطته بكارت ميزه اثناء شرائك لكارت ميزه من بنك مصر. فبعد ما بدخل على التطبيق باجي هنا عندي كلمه المزيد، باجي هنا اضغط على اضف حساب جديد، وبعد كده بنزل تحت هنا وبختار بنك مصر. بعد كده هنا بيطلب مني ال 16 رقم اللي في وش الكارت، وبعد كده بتحط الاربع ارقام السريه اللي انت بتستعمله في ATM، مش الارقام اللي في ظهر الكارت، لان زي ما قلت لكم كده ان انت لازم تفعل البطاقه على ATM وتغير الرقم السري قبل ما تربطها بالتطبيق. فدلوقتي هحط الرقم السري اللي انا عملته على ATM وبعد كده هعمل انتر. زي ما انتم شايفين ظهرت معايا شعار ميزه اهو وبنك مصر. هنا بتيجي تعمل صح على علامه بريبيد دي، بعد كده هنا بتكتب الIPA الخاص بيك، والIPA ده عنوان الدفع اللحظي اللي هو اصلا انستا باي قايم على فكرته، اللي هو الناس بتحول لبعض مش شرط على ارقام البطاقه، لكن ممكن على الIPA ده اللي هو زي ايميل كده خاص بالحساب ده، ممكن حد يحول لك عليه في نفس اللحظه. بعد كده بتعمل هنا التالي. بعد كده هنا بيقول لي ان هو بعت رقم سري لموبايلي اللي هو مكون من 6 ارقام زي OTP كده عشان يتاكد ان انا سحب الخط ده. فانا هحط الOTP ده وهرجع. بعد ما حطيت الOTP هنا بيقول لي اعمل حاجه اسمها الاي بي ان ده اللي هو الرقم السري اللي بيطلبه في اثناء اي معامله، سواء بقى ان انت عايز تعمل كشف حساب، عايز تعمل استعلام على الرصيد، عايز تحول لحد من البطاقه دي، الكلام ده كله عشان برضو يبقى فيه امان اكتر. فدلوقتي هحط الرقم السري اللي انا عايزه، بعد كده بعمل هنا انتر. بعد كده هنا بياكد عليا مره ثانيه ان انا احطه عشان يتاكد ان هم متطابقين وان انا مش حاطه غلط. بعد كده بعمل هنا انتر. زي ما انتم شايفين تمت اضافه حسابك بنجاح، واقدر احول او استقبل منها. دلوقتي زي ما انتم شايفين اهو صفحه التطبيق الرئيسيه ظهر عندي الكارت. لو عايز اعمل له عرض رصيد، طبعا هو رصيده صفر، اوريكم ان انا اقدر اعرض الرصيد، احط الرقم السري اهو الرصيد صفر. لو عايز اعمل ارسال نقود بضغط هنا ارسال نقود او طلب الدفع زي ما وريتكم في الفيديو بتاع انستا باي، نفس الحكايه. خلاص اعتبروا كده كارت ميزه ده بقى حساب بنكي، تقدر تعرض رصيده وتقدر تحول منه، تقدر تستقبل عليه بعنوان الدفع اللحظي اللي انت حطيته ده، تقدر تتحكم في الكارت ده ومش محتاج تنزل ATM بقى الا عشان تحط فلوس. لكن لو عندك فلوس على حساب تاني، حد عايز يحول لك، الكلام ده كله هتقدر تعمله من خلال التطبيق. لو في اي حد عنده اي سؤال يتفضل يكتبه في الكومنتات. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.